دلوقتي طبعا داخل الصالة الأولى اللي هي صالة الأعمدة اللي احنا شايفينها دول 4 أعمدة على كل جانب. الناحية دي هنلاقي فيها تماثيل بتمثل شكل الملك رمسيس الثاني بالوضع الأوزيري. الوضع الأوزيري يعني تقاطع اليدين على الصدر وضم الرجلين لبعضهم. اسمها صالة الأعمدة الأوزيرية نسبة للأعمدة اللي احنا موجودين وشايفينها دي. قيمة وأهمية الصالة دي حاجة مهمة جدا قبل ما نتكلم على النقوش. زمان في العهد الفرعوني لما كانوا يطلعوا بالموكب الإلهي من الداخل كان لابد يعدوا تحت النص ده بالذات، ما يعدوش تحت الجوانب. ليه؟ لأن في حاجة اسمها الطريق المواكبي، دايما الطيور اللي فوق الفردة الجناحات دي بتحمي طريق الإله وهو ماشي وخارج ده خارج المعبد عشان الناس تقدم له القربان ثم يعود من نفس الطريق المواكبي إلى داخل أهم بقعة قدس الأقداس.